مرحبا متابعينا الأعزاء، وحياكم الله مع أختكم أم لواء بقناتي الأولى والثانية. حبايب قلبي، اليوم راح نسوي الخبز الهندي بالبطاطا أو خبز البطوط. هنا أنا عندي 1 كيلوغرام من البطاطا، قطعتها بهالشكل هذا، وراح أخلي عليها ماي بقدر وأسلقها، وبعدين من تنسلق راح أخلي عليها تقريبا لتر من الماي وشوية رشة من الملح، وأقبضها وأتركها على النار، وبعدين أختبرها بالشوكة بهالشكل هذا. ومن أشوفها بعدين أصفيها وأهرسها بالهراسة بهالشكل هذا، وأجيب قلاص واحد من الحليب أعجنها بيها، يعني تقريبا 250 غرام، همين بالهراسة بهالشكل هذا. وأنا محضرة ملعقة كبيرة من الخميرة، أضيفها أيضا همين أخلطها وياها، وكيلو غرام واحد من الطحين متعدد الاستخدامات. وكل بلد يختلف عن بلد طبعا، حسب تماسك العجينة، يجوز تحتاجون كيلو، يجوز تحتاجون أقل. أنا خليت كيلو بوتيتا، كيلو طحين، ملعقة من الخميرة، وأعجنها بهالشكل هذا إذا أن تتماسك عندي بدون التصاق، وأقطعها بهالشكل هذا الحجم اللي تريدوه ترغبون به، يكون حجم مساوي، وأكورها وأفتحها على سطح مرشوش من الطحين. السمك مالتها من راح أفتحها تقريبا سنتيم هيجي وشوية، مو أكثر. والدائرة انتو الحجم اللي تريدوه، صغير كبير متوسط. وأخليها على طاوة جرانيت أو تيفال تحمى زايد بدون ما أزيتها رأسا، أخليها وأظل أقلب بها من أعلى ومن أسفل، ويصير عندي بهالشكل هذا، شبيه الخبز اللبناني لكن هذا بالبطاطا. وشوفوا شلون تنفخ، ما شاء الله، وعافيات عليكم. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلون علينا باللايك.